السلام عليكم ورحمة الله. بقالنا فترة كبيرة قوي بنسمع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ناس بتقول إن العيش لو ما بيتشال في الفريزر بيعمل سرطانات. طب تعالوا كده واحدة واحدة نتكلم في الموضوع ده. أنا أحمد محمود ودي قناتي وصفة سلامة. أول حاجة يا جماعة عشان بس نبقى متفقين، إحنا في مصر بنقول على الخبز بنقول عليه عيش، لأن هو بيخش عندنا في كل وجباتنا تقريبا، سواء فطار غدا عشاء، وما بنستغناش عنه، فبنقول عليه عيش من العيشة. طبعا ده بس عشان اخواتنا في الخليج يبقوا عارفين، احنا العيش بنقول على الخبز عيش، لان في الخليج بيقولوا على العيش اللي على الرز. فالناس طبعا اللي سافرت عارفه الكلام ده كله. اول حاجه يا جماعه، ماده الدايوكسينات او الدايوكسين هي الماده المسببه للسرطانات، اللي هم بيقولوا عليها ان هي موجوده في العيش لما بيتحط في الفريزر. طب واحده واحده، تاريخ الدايوكسين ايه او الدايوكسينات؟ الدايوكسين مادة شديدة السمية وبتعتبر من المواد الخطيرة جدا المسببة للسرطانات. أولا بدأت ظهورها أيام الحرب العالمية الثانية على يد هتلر، ده أول حاجة. فضلت العالم كله يستخدمها كمادة حافظة في علب الجبنة وعلب اللبن لفترة كبيرة قوي، يعني قرابة 20 سنة. لكن بعد ما اكتشفوا ان هي ماده شديده السميه، لان هي شديده السميه بايه؟ لانها بتنتقل من الام الحامل، لانها عابره للمشيمه، يعني بتعدي للطفل في المشيمه في فتره الحمل. ده غير انها كمان بتنزل مع لبن الام للطفل. فهي ماده تعتبر شديده السميه. تعتبر انها ماده شديده السميه ليه؟ لانها بتحصل منها كل المشاكل دي كلها. نرجع لمرجعنا. مادة الديوكسين بتبقى موجودة برضو في الحيوانات، وبتنتقل من الحيوانات للإنسان عن طريق المنتجات الحيوانية، سواء بيض سواء لبن سواء لحوم. طبعا ده بيبقى بسبب يعني الحيوان كان علف ملوث بالديوكسين. عشان نعرف بقى ايه الديوكسين، او احنا بنعمل العيش ازاي. احنا العيش عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق ومية وخميرة، بنخبزهم وبنحطهم في الفرن بيطلعوا لنا عيش. طب هل كده في دايوكسين؟ الإجابة لا، مفيش دايوكسين. طب الدايوكسين بيجي ازاي؟ بيجي على حضرتك ان انت بتبقى مستعجل في الفرن، عايز تاخد العيش هو سخن طالع من الحرارة كده، تحطه في شنطة بلاستيك وتاخده وتمشي. الشنطة البلاستيك يا جماعة موجود فيها دايوكسين. بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل ان البلاستيك بيتفاعل مع الحرارة وبينتج مادة الدايوكسين، اللي هي بتبقى ساعتها بتلزق على العيش بتاعنا. فاحنا ساعتها بنبقى واخدين العيش فرحانين بيه وحاطينه في الفريزر. فالناس بتقول لك ايه؟ لا، الفريزر كده هو اللي بيسبب الدايوكسين او بيعمل سرطان. الإجابة لا طبعا، لان البلاستيك او البلاستيك اللي هو فيه دايوكسين او فيه يعني مشتقات الدايوكسين ما بتتفاعلش مع البروده، هي بتتفاعل مع الحراره. لذلك الفول لما بناخده من عربيه الفول بيبقى سخن، والراجل بيحطه لك في شنطه بلاستيك او في كيس بلاستيك. الكيس ده غير معالج. لما بتاخد العيش من الفرن بتحطه في وهو يعني سخن لسه بيطلع دخان، بتحطه في شنطه العيش البلاستيك. عشان كده لازم بنقول لازم ان انت تهوي العيش قبل ما تاخده، ما تاخدوش تحطه كده على طول في العلب في الكيس، ده اساسي. كمان يا جماعه معلش لازم نبقى عارفين، احنا كنا زمان بناخد الفول من على العربيه بناخده في الكسرولة الالومنيوم او في كسرولة، وده كان اصح حاجه بصراحه عشان نبقى متفقين مع بعضنا يعني. لكن موضوع شنطه بلاستيك، الشنطه البلاستيك اللي احنا بنستخدمها في المطبخ او بنستخدمها عند بياع اللبن او في عربيه الفول هي غير معالجه وغير مطابقه للمواصفات خالص. لو عايزين نتكلم عن موضوع الشنط المطابقه للمواصفات، اكتبوا لنا تحت في التعليقات وقولوا لنا انتوا عايزين ممكن نعمل لكم حلقه عن الكياس البلاستيك اللي بتتحط في الفريزر والكياس البلاستيك اللي بتحط فيها الاكل السخن. لو عايزين يبقى اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. اتمنى ان شاء الله ان الحلقه تكون عجبتكم. اتمنى ان لو انتوا معانا على الفيسبوك تعملوا لنا متابعه وتكتبوا لنا تعليق كويس، ولو انتوا على اليوتيوب تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. واشوفكم دايما على خير، وادعوا لنا دايما بظهر الغيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم.